السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. 21 رمضان 2024. النهاردة 21. كل سنة وانتم طيبين. انا فين بقى هنا يا جماعة؟ انا في منطقة الجيزة. المنطقة دي منطقة الجيزة. الشارع ده اللي هو منطقة ساقية مكي وشارع شارع ايه؟ شارع الكولدير والحتت دي اللي انتوا عارفينها. يعني المحطة بتاعت ساقية مكي بتاعت المترو اللي على ايد الشمال. المنطقة دي بقى منطقة الجيزة يا جماعة. هنكمل كده مع بعض بقى، نخش ايه من عند جامعة القاهرة. هنلففكوا لفة حلوة النهاردة. الجولات النهاردة كلها جديدة ومميزة. نلف النهاردة بقى في الجيزة ونمشي من عند جامعة القاهرة. هنشوف هنروح فين بقى. نروح ميدان التحرير، نروح كورنيش النيل. المهم ان اللفة هتعجبكم. تعالوا هنشوف هتودينا على فين. هتودونا على فين يا بتوع قناة خروجة؟ هي قناة خروجة المفروض اصلا، يعني كلمة خروجة دي جاية منين؟ من ان انا اخدكوا اوديكوا اماكن سياحية واماكن اسواق ونفسحكوا وكده. لا بس انا ايه، جات لي الفكرة من الخروجة دي ان انا اصلا ايه، بقول لك ما تيجي تخرج معايا خروجة. بص انا رايح شغل، تعالى اقعد جنبي كده في العربية بتاعتي ونقعد نلف كده انا وانت سوا. اتفرج على الشوارع، اخرج يا عم من اللي انت فيه يا عم. هتفضل قاعد كده وتقول انا زهقان؟ تعالى مش هتزهق. قال له خش انت ونصيبك يمكن تجيبك. تعالى فض دماغك كده، تعالى اقعد جنبي، اتفرج على الناس، اتفرج على شوارع مصر الجميلة الممتعة. هي كده قناة سهلة وبسيطة. هتقول لك المنطقة دي ايه؟ احنا هنا مثلا فين؟ احنا عند ايه؟ كده يعني حاجات سهلة، ما بنقولش حاجات مجعلصة. الشارع ده بقى يعني منشأ سنة مش عارف كام، ولا مفيش الكلام ده. انا ممكن اقول لك احنا كده داخلين على شارع المحطة. شارع المحطة ده بقى فيه كشري زيزو. كشري زيزو بقى اللي ما يعرفوش، ده من اوائل محلات الكشري في مصر كلها. يعني ممكن يبقى اقدم من ابو طارق، الله اعلم، يعني انا مش متأكد. طبعا دي مستشفى من المصريين على ايدينا اليمين. طبعا المستشفى دي يكفينا شرها ربنا. حاجة كده يعني ايه، مستشفى بقى، مستشفى. في شر المستشفيات كلها، بس المستشفى دي انا دخلتها زمان كان في حد عامل حادثة فانا بخاف منها، مش عارف ليه يعني. المهم كشري زيزو بقى ده يعني اسأل بتوع الجيزة عليه. والله ده مش اعلان ولا اي حاجة، بس انا فاكر زمان كده الخروجة والفسحة والاعياد كان لازم كشري زيزو اساسي. يعني بعد العيد على طول، يعني خلاص احنا رمضان بيخلص اهو يا جماعة والعيد يبقى خلاص احنا رايحين نتفسح وهنضرب كشري زيزو. ده كان اساسي. الشارع الجاي ده يمين ده اسمه شارع المحطة. كشري زيزو. والله انا ريقي جري وانا صايم يا جماعة. هنا المحل هنا على ايدي اليمين محل كده صغير كده اهو مكتوب زيزو كشري وحلواني، حاجة كده يعني حاجة جميل جمال ملوش مثال. طبعا هنا محكمة الجيزة على ايدينا الشمال. في بقى كوبري هيقابلنا دلوقتي، لو دخلت من تحت يبقى انا هفطر في الشارع النهارده، لان ده هيبقى ميدان الجيزة. ميدان الجيزة بقى كله ملابس. طبعا احنا داخلين على العيد، فهتلاقي الدنيا زحمة هنا والناس بتشتري لبس العيد. فاحنا هنطلع بقى من فوق الكوبري، هنطلع من فوق كوبري الجيزة، مجمع المحاكم اللي عدى ده. وبعد كده ايه، تحت الكوبري هنا موقف محلات كتير جدا بتاعت ملابس تحت قدام شوية. هنطلع الكوبري وننزل النزلة بتاعت جامعة القاهرة. انا ممكن اكمل على طول صلاح سالم وكده، بس انا زهقتكم من صلاح سالم، صورته كتير. تعالوا بقى ايه نجدد النهارده نطلع الكوبري بتاع الجيزة. طبعا ميدان الجيزة تحت كده دلوقتي، ميدان الجيزة بقى والمحلات. واحنا ممكن نيجي الميدان ونصور المحلات والزحمة والحاجات، بس مش النهارده، مش في اليوم ده. وبعدين
وبعدين انا لو دخلت من تحت غصب عني هخش صلاح سالم، وانا مش عايز اخش صلاح سالم. انا عايز انزل كده من عند جنينة الحيوانات، برضو عايز ان شاء الله بس بعد العيد نخرج خروجه كده، ايه، ننزل جنينة الحيوانات نتفسح كده جوه ونصور كل الحيوانات اللي فيها ونشوف ايه اللي حصل فيها والتجديدات والحاجات دي، بس بعد العيد بقى ان شاء الله. النازله دي كده نزلت شارع جامعة القاهرة، الشارع اللي عدى اللي فات ده مراد، اللي في النص شارع مراد. طبعا احنا هنا نزلنا شارع جامعة القاهرة. ده حديقة الحيوان على ايدك اليمين، حديقة الحيوانات هنا على يميننا، على شمالنا بقى كل ده يعني يعتبر يخص جامعة القاهرة، لحد بقى القبة اللي قدام، القبة بتاعت الجامعة. المنطقة دي خدت أيام من كلية زراعة على إيدينا اليمين، جامعة القاهرة طبعا. خدت مننا سنين الشارع ده، يا لهوي يا لهوي يا جماعة، أيام بقى الجامعة. كلية الزراعة يمين وشمال يعني. أنا كنت كلية تجارة أنا قدام. رايحين جايين رايحين جايين ماشي بقى. كنا بنمشي مشي محدش يقدر عليه، بس مش توفير والله، مش كنا بنوفر يعني الأجرة، بس كنا بنمشي عشان بنحب نمشي، عشان المشي ما كناش بنحس بيه. كنا بقى بنبقى مبسوطين بقى، انتوا فاهمين يعني الجامعة وأيام الجامعة. حديقة الحيوان على ايدينا اليمين، وادي بقى رسمين رسومات اهوت والسنة. عايزين بقى نخش الحديقة دي نصورها كلها، هي طبعا كلها هتبقى متعبة بس أنا عايز أصورها كلها. نخش بقى عند الأسود والنمور والحاجات الحلوة اللي جوه دي بعد العيد. بعد العيد يا جماعة هروقكم، بعد العيد مش هنخلي إن شاء الله مكان إلا بص أروح حديقة الأزهر وحديقة الحيوان والأهرامات والمتاحف مش هنخلي. ونروح ننزل النيل، نركب المراكب بتاعت النيل كل يوم خروجة بقى، كل يوم خروجة بعد رمضان. أنا بس في رمضان يعني أنا ما بصدق الشهر ده يجي، عشان زي ما قلت لكم الشهر ده بالنسبة لي بيبقى فلتر، الواحد بينقي نفسه كده وبينظف نفسه من الذنوب اللي يعني كلنا عندنا ذنوب يعني. فالواحد بقى بيجي في رمضان اللي هو المفروض كل السنة يعني طول السنة كده، بس احنا بنيجي في رمضان يعني نشد حيلنا شوية. ربنا بس يا رب يتقبل مننا ويعمل لكم صالح الأعمال. طبعا لو دخلنا يمين كده هنخش كوبري الجامعة. طبعا احنا هنا خلاص بقى اهو القبة بتاعت جامعة القاهرة على ايدينا الشمال اهي، والبوابة الرئيسية هنا. دخلنا يمين كده هنخش الجامعة. طبعا انا مش هخش يمين، مش هخش كوبري الجامعة، هنكمل كده على طول عند الإشارة كده ونخش كده من عند الدقي جامعة القاهرة. أحلى أيام حياتنا، أحلى أيام حياتي كانت في جامعة القاهرة. خش بقى يمين الجاي ده، خش يمين الجاي. طبعا بعد الإشارة ده، الإشارة دي نخش شمال. يلا يا عم، الإشارة خضرة، إشارتك خضرة، خش يا عم الحاج، خش شمال كده. بعد الإشارة نخش شمال. طبعا احنا دخلنا شمال بعد الإشارة. لو في كوبري على ايدي الشمال، كوبري الدقي، لو طلعت الكوبري ده كملت على الكوبري ده اروح فين؟ هضطر ان انا اطلع كوبري 6 اكتوبر وننزل تاني بقى ميدان التحرير والحتت. انا بقى عايز النهارده اعمل حاجه جديده، عايز اعمل حاجه جديده. انا هنا في الدقي خلاص يعني. مش هطلع الكوبري، انا هنزل من تحت الشارع اللي هو هيخش يمين ده، اللي هو هيوديني بقى ميدان التحرير ووسط البلد وكده. الشارع ده اصلا اسمه شارع التحرير. احنا عايزين نجرب جولة في شارع التحرير. يلا بينا
نجرب الجولة دي في شارع التحرير، ونعدي بقى ايه على الكوبري بقى بتاع قصر النيل وعلى الحتت دي. ايه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، تعمل اكشن مثل فيلم ولا ايه؟ المهم خلينا كده من تحت، طلعنا كده على طول الكوبري ده، هنروح نازلين كده نلاقي طالع الكوبري تاني من عند شارع نوال، نخش يمين نطلع كوبري 6 اكتوبر. لا بلاش، كبر دماغك من الحته دي. احنا نخش بقى من تحت كده، تلاقي بقى محلات وزحمه ودنيا. طبعا انا قلبي جامد علشان لسه الساعه 4:15، ان شاء الله هنوصل يعني، ان شاء الله هنوصل بالسلامه قبل ما الاذان يأذن. وحتى لو الاذان أذن عادي يعني، ده احنا في مصر ام الدنيا. هتبص تلاقي يعني 100 واحد خبطوك بكياس في وشك، اللي بلح واللي عصير واللي ميه واللي وجبه. يا جدعان كفايه يا جدعان، يا جماعه كفايه يا جدعان، خلاص انا فطرت يا جدعان. يقول لك لا خد اتغدى يا عم، طب اتغدى خد اتعشى. انا ابيض على كرم المصريين يا جماعه، المصريين هم حيويه وعزم. احلى حاجه بقى الشمس يا جماعه مدلعانا في التصوير، الشمس مدلعانا الشمس في ظهري. فبصوا بقى الاضاءه والشمس عامله ايه، عامله شغل عالي. يلا يا عم البص انت، خلي الدنيا تنور كده بدل ما تقفل علينا الشارع. امشي، انا مش عايز اجري حاجه كده بصراحه يعني. التوقيت جاي في محله، حلوا يا حلوا بعد الفطار، حلوا بعد الفطار هنحلوا، حلوا يا حلوا. ماشي حلو قوي والله العظيم يا جماعه. يعني رمضان خلاص بينتهي مننا اهو، يعني احنا 21 النهارده. عايز اقول لكم بيبقى داخلين على عيد وعلى فرحه، والعيد فرحه وكده، بس الواحد بيبقى حزين علشان الروحانيات بتاعت رمضان والجو بتاع رمضان والهدوء والحاجات الحلوه دي بتروح كده. الواحد عارفين انتوا اللي هو ايه، لو السنه كلها رمضان. فانا زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، خلينا مع ربنا علشان تبقى حياتنا كلها حلوه والسنه كلها رمضان. خلينا مع ربنا، خلينا مع ربنا والله يا جماعه، الحياه تبقى جميله. هو رمضان شهر زي كل الشهور، بس العبادات فيه بتكتر والطاعات فيه، وربنا بيكرمنا فيه قوي، والحاجات فيه بتتضاعف. يعني انت العمل اللي بتعمله ربنا بيضاعفه لك اضعاف اضعاف اضعاف، فانت بتجتهد علشان تكسب ثواب كبير قوي. فتخيل بقى انت في الوقت في الايام العاديه اللي هي مش كل الناس بتروح تصلي في المسجد، مش كل الناس بتتصدق، مش كل الناس زي رمضان، مش كل الناس مثلا بتعمل خير، انت بقى بتعمل خير. برضه ربنا والله هيكرمك. انت ما توقفش الخير، ما توقفش الخير اللي بتعمله، ما توقفش الحاجات الجميله اللي بتعملها في رمضان، سواء بقى قراءه قران، سواء صدقات، سواء اي حاجه بتعملها حلوه اعملها. حتى العصبيه لما بتيجي تتعصب كده في رمضان بتقول لا اني صائم، لا بطل. يعني حتى لو انت مش صائم لا ما تتعصبش، عدي كانك صائم، سيبها كده هتلاقي الدنيا جميله، هتلاقي الدنيا والله العظيم ممتعه وجميله. لا يا جماعه اصلا الشوارع اللي ممتعه وجميله، وانا يعني عايز افضل ماشي كده بقى اتفرج على الشوارع اللي بتعمله ربنا بيضاعفه لك اضعاف اضعاف اضعاف. فانت بتجتهد علشان تكسب ثواب كبير قوي. فتخيل بقى انت في الوقت في الايام العاديه اللي هي مش كل الناس بتروح تصلي في المسجد، مش كل الناس بتتصدق، مش كل الناس زي رمضان، مش كل الناس مثلا بتعمل خير، انت بقى بتعمل خير. برضه ربنا والله هيكرمك. انت ما توقفش الخير، ما توقفش الخير اللي بتعمله، ما توقفش الحاجات الجميله اللي بتعملها في رمضان، سواء بقى قراءه قران، سواء صدقات، سواء اي حاجه بتعملها حلوه اعملها. حتى العصبيه لما بتيجي تتعصب كده في رمضان بتقول لا اني صائم، لا بطل. يعني حتى لو انت مش صائم لا ما تتعصبش، عدي كانك صائم، سيبها كده هتلاقي الدنيا جميله، هتلاقي الدنيا والله العظيم ممتعه وجميله. لا يا جماعه اصلا الشوارع اللي ممتعه وجميله، وانا يعني
عايز افضل ماشي كده بقى اتفرج على شوارع مصر الجميله في نهار رمضان 21. شايفين بقى هنا، انا اللي شايف النيل بقى. انا اغيظكم بقى، انا شايف النيل انتوا مش شايفين. انا كنت الاول بصور من الجنب، قلت له لا صور من الوش. انا بقى شايف النيل بقى وشايف المراكب، شايف الناس بيعملوا سباق هناك هم المراكب. اسف. هنا عند نادي القاهره الرياضي، داخلين على كوبري قصر النيل، داخلين على كوبري قصر النيل. هنا الكوبري اللي عدى ده طبعا الاوبرا، عارفين منطقه الاوبرا؟ هنا في منطقه الاوبرا. الاوبرا دي اللي كانوا لسه عاملين فيها حفله قبل رمضان، كانوا عاملينها في رمضان، مش عارف كانوا عاملين حفله وخلاص. هي دي بقى منطقه الاوبرا. طبعا برج القاهره على ايد الشمال اهو. كده احنا داخلين على الاسدين بتوع قصر النيل. الاسدين بتوع قصر النيل في وشنا يا جماعه. خش بقى كوبري قصر النيل الجميل. يا جماعه رمضان في مصر حاجه تانية، السر في التفاصيل فعلا. رمضان في مصر غير الدنيا، طعمه بطعم النيل على ايدي اليمين اهو. شفتوا بقى؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. حبيت اعمل كده بس عشان النيل كان هيودينا في داهية. يا كريم. كده احنا داخلين على، طبعا اللي في وشنا ده قصر، ده بقى قصر النيل. مش ده كوبري قصر النيل، ده بقى القصر نفسه يا جماعه. ركزوا في القصر، هو ده القصر، ده قصر النيل نفسه بذات نفسه. واحنا كده داخلين على ميدان التحرير، وداخلين على المسله اللي في ميدان التحرير، والكباش اللي حاطينهم في ميدان التحرير جنب المسله. طبعا مجمع التحرير، والمسجد اللي على ايدينا اليمين مسجد عمر مكرم اللي هو بتاع الفيلم بتاع عادل امام، لما الكباب يا نخلي عيش الكهباب. عارفين انتوا اللقطه دي؟ هنا على ايدينا اليمين. طبعا بقى انا كل مره بخش شوارع بقى وسط البلد. المره دي بقى هعمل لكم مفاجاه، مش هخش وسط البلد، انا هلف واخش من ميدان عبد المنعم رياض، وهكمل على طول كورنيش النيل. لا الجولة دي عالمية، مش هفصلها اصلا. الجولة دي عالمية. دي المسلة يا جماعة على ايدي اليمين، والكباش اللي حاطينها عاملينها كمان نافورة، يعني في مية بتنزل، كده ومن عند المسلة. شغل عالي. بس بقى مشكلتهم ان هم حاطين امن، ممنوع حد يقرب. سيبونا نتصور. طيب انا لو جيت دخلت ووقفت اتصورت يعني هيجرى ايه؟ هنسمح لنا بالتصوير، مش لازم حد يقعد. مش هخش بقى، ولا اخش هنا بقى باب اللوق، ولا اخش بقى شارع اخش كده بقى، اخش كده نكمل ميدان التحرير، وهي يعني زحمه. نكمل مع بعض كده. اوديكوا بقى ايه، شايفين المتحف المصري في وشنا اهو. اوديكوا عند كورنيش النيل بقى. طبعا كورنيش النيل في التوقيت ده التصوير بتاعه هيبقى عالمي، لان الشمس هتساعدنا برضو. هي الشمس كده على شمالي، انا طبعا مش همشي شمال خالص، انا همشي على طول كده زي ما انتم شايفين. قدام شويه الدنيا هتوسع، هتبقى الشمس يعني ايه يعتبر في ظهري، فالدنيا هتظبط. نكمل بقى مع بعض كده ان شاء الله الجولة هتعجبكم. ان شاء الله هتعملوا لايك، وهتعملوا شير، وهتعملوا سبسكرايب. يعني
يعني انا حاسس ان الجوله دي هتجيب مشتركين كتير وهتجيب لايكات كتير وهتجيب مشاهدات. احساسي بيقول لي، احساسي بيقول لي. ولا ايه يا استاذ يعقوب؟ حبيب قلبي انت احلى واحد، انت والله اللي بترفع معنوياتي يا استاذ يعقوب. انت بترفع معنوياتي، انت وكل حبايبي اللي بيعلقوا لي والله. استاذ يعقوب ده بقى راجل سعودي، راجل اصيل، راجل محترم بيحب مصر وبيحب المصريين، وراجل من الناس اللي هم بيعشقوا مصر. هو بينزل مصر كتير، بيتفسح في مصر ويخرج في مصر، فهو عاشق لمصر، بيحب الجولات بتاعتي لو انها بسيطة والتليفون بتاعها كحيان والتصوير كحيان، بس عجباه. تخيلوا بقى لما ان شاء الله القناة بتاعتنا تكبر واعرف كده اجيب تليفون احسن من ده، واعرف اثبت الدنيا كده، واعرف اعمل شوية امكانيات حلوة كده. تخيلوا بقى يعمل معانا ايه. هو دلوقتي بيعلق وبيشجعني وبيقول لي حاجات حلوة. ولا انا صعبان عليك ولا ايه يا كبير؟ شكلي صعبان عليك يا ابوي. الله على الامارات شكلها جميل يا جماعه، الامارات شكلها جميل جدا. مصر ام الدنيا. تحيا مصر وتحيا الامه العربيه كلها. تحيا مصر وتحيا الامه العربيه كلها. طبعا احنا هنا في ميدان عبد المنعم رياض. عمك عبد المنعم رياض هناك واقف على ايدي الشمال اهو، عم الحاج سيادة اللواء، سيادة اللواء واقف اهو. طبعا احنا هنكمل على طول بقى، نكمل على طول. لا هنخش، لو دخلنا يمين هنخش شارع رمسيس، ولو دخلنا شمال هنطلع كوبري 6 اكتوبر. فاحنا بقى لا هنخش يمين ولا هنخش شمال، هنخش من تحت الكوبري اللي هناك ده، الشمال ده ممنوع ويمين ده كوبري اكتوبر برضه. هنخش كده من تحت الكوبري ده كده، هنخش سنة شمال يعني يعتبر مش شمال قوي. لف كده عند الحتة دي كده. يا سلام السلام السلام. طبعا هنا عند بقى هيلتون رمسيس. الحتة دي الشمس هتضرب في وشنا بس عادي، لأن الحتة دي مش هتاخد معانا ثانية إلا ثانية. وهنخش يمين بقى من عند إيه؟ من عند هيلتون رمسيس. الفندق بتاع هيلتون رمسيس على ايدينا اليمين كده، والشمس بقى طبعا مقابلانا في وشنا. احنا هنخش يمين طبعا الشمس هتروح. لما الشمس تروح تيجي مكانها نقول اللهم اني صايم. هي هايفه بتيجي في رمضان. مش ينفع كده. امشي بعيد عني. خش بقى ايه، امشي بقى يا شمس. الحته دي مش عايز بقى تقف هنا، مش عايز اوقف التصوير، مش عايز اوقف التصوير يا جماعه. انا خلاص قلت مش هفصل الجوله، يعني مش هفصل الجوله. خلاص نخش يمين بقى. الجاي ده الشمس هتروح والدنيا هتظبط تاني، ونخش على كورنيش النيل. كورنيش النيل يوم 21 رمضان 31/3/2024. ها هو كورنيش النيل. حلوة الدخلة، حلوة. وطبعا بقى ايه، مش كورنيش النيل وبس، ده احنا هنا بقى عند الإذاعة والتلفزيون، مبنى الإذاعة والتلفزيون، مبنى مسبيرو على كورنيش النيل اهو. المبنى اللي على ايدينا اليمين ده المدور ده مبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، مسبيرو. هنا القاهرة اهو، ده مبنى الإذاعة والتلفزيون يا جماعة، اللي ما يعرفوش يعرفوا. شفت قريب ازاي من التحرير عند عبد المنعم رياض كده، هو المبنى ده. طبعا المبنى العالي ده وزارة الخارجية اللي بعده. احنا هنا مصر ام الدنيا، كورنيش النيل. ايه رأيكم في الجولة؟ قولوا لي ايه رأيكم في الجولة. طبعا النيل على ايدي الشمال بقى، طبعا احنا مكملين كده بقى مع بعض لحد اخر، يعني عند المظلات كده، عند معهد القلب. ربنا ينور قلوبكم كلكم ويشفي كل مرض. طبعا احنا كده الجولة دي بصراحة يا جماعة انا مستمتع بيها، مستمتع جدا 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 جدا.
يعني مش عارف بقى اقول لكم، دي احلى جوله انا عملتها من ساعه ما فتحت القناه. اقول ايه، احلى جوله اسميها احلى جوله، احلى جوله لقناه خروج. بس كده لو قلت احلى جوله هيبقى احلى جوله لحد الان يعني، عشان ممكن ان شاء الله يبقى في جولات احلى منها بكتير. طبعا الكوبري يا جماعه اللي فوق ده كوبري 26، لا كوبري 15 مايو، اللي هو بيودي بقى 26 يوليو بيودي. لو عايزين نروح اكتوبر هنخش يمين الجاي ده اللي هو هناك ده، انا اصلا جاي من اكتوبر، بس شفتوا بقى اللفه اللي انا لفيتها. لو دخلنا يمين ده هنروح 6 اكتوبر بقى محور 26 يوليو ونروح المهندسين تاني. بس طبعا احنا مكملين كورنيش زي ما قلت لكم، مكملين كورنيش النيل. طبعا في واحد هنا بتاع عصير في الحته دي، شربت عنده عصير مانجا يا جماعه، لا لهوي. طبعا هنا الحته تبع الوكاله والعتبه، بصوا محلات. في واحد هنا معروف بتاع عصير، وراح فين؟ انا عايز اعرف اسمه، نسيت اسمه. عالمي. الوكاله هنا، دي الوكاله على فكره. هنا الوكاله طبعا زحمه بقى ولبس وحاجات حلوه هنا. وممشى، طبعا ممشى اهل مصر هنا على ايدينا الشمال، بعد المراكب اللي هي الكافيهات دي، بعدها على طول بقى طبعا ممشى اهل مصر. المنطقه دي كلها بقى ايه، ملابس، بس حاجات اعتقد مستعمله، اللي هي الباله دي اللي بيقولوا عليها اعتقد. انا حاسس ان دي كلها باله، باله لبس المستعمل يعني بيجي من بره. طبعا القميص 55 جنيه، في قميص ب 55 جنيه ماشي، يبقى لبس مستعمل. ربنا يرزق كل محتاج يعني، ناس الغلابه كتير. شايفين يا جماعه مصر؟ يا جماعه شوفوا مصر، نطلعوا بشوارع مصر. ممشى اهل مصر اهو، ده ممشى اهل مصر، ممشى اهل مصر. تحيا مصر وتحيا الامه العربيه. طبعا بقى هنا فنادق، مركز التجاره العالمي، حاجات كده جميله بقى على ايدينا اليمين. كده تقعد في السويت بتاعك وتشوف النيل وتفطر سويت وبيض وجبنه. معلش انا بحب اقلش كده. وهنا في دار الوثائق القوميه، دار الوثائق القوميه، شفتوا حاجات حلوه. داخلين كده على كوبري امبابه. طبعا ما صورت كورنيش النيل كتير، بس صورت في الاتجاه اللي جاي، ما صورتش كده الا مره اعتقد زمان في اول ما فتحت القناه. ممكن اصلا ما تبقوش شفت الفيديو ده، الفيديو ما جابش مشاهدات اصلا، مش عارف ليه. فانا دلوقتي قناه خروجه هتدلعكم وهتروق عليكم وهتفسحكم وهتلففكم شوارع مصر كلها. وهنروح بقى الاماكن ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. هنروح بقى الاماكن يعني زي ما استاذ يعقوب نصحني كده، قال لي روح الاماكن اللي الناس مش تمشي في الشوارع اللي الناس كلها عارفاها. فانا بقى يعني هعلق على استاذ يعقوب شويه، ومش قصه بقى ان انا هبقى قاعد بالعربيه، لا ده انا ممكن بقى اخش اماكن واصورها كده وانا ماشي على رجلي. الحدائق بقى العامه، المتاحف، الحاجات دي. ولا ايه رايك يا استاذ يعقوب؟ قول لي في الفكره، عشان برضه ايه وانت قاعد كده عايز ايه. انا عايز اروح المتحف ده، انا عايز اشوف المتحف المصري ده الكبير ده. انا اوديك يا باشا، اوديك وانت قاعد في السعوديه. وانت قاعد في السعوديه اوديك المتحف، وانت قاعد في السعوديه اوديك الاهرامات، وانت قاعد في السعوديه اوديك حديقه الحيوانات بتاعت مصر، وانت قاعد في السعوديه اوديك جميع محافظات مصر. هروق عليك. كوبري امبابه اهو بقى كده، احنا تحت كوبري امبابه. كوبري امبابه، امبابه. تحيا مصر، تحيا الأمة العربية، تحيا فلسطين. يلا يا جماعة نكمل مع بعضينا إن شاء الله.
هوصلها عند لما يظهر الكوبري بتاع تحيا مصر، خلاص يعني على وصول كوبري تحيا مصر. مفيش النيل خلاص، هو يعتبر خلصنا المنطقة الجميلة اللي هي بتاعت الخروجات وكده. طبعا المناطق اللي جاية دي كلها طبعا كورنيش النيل برضو، بس يعني ما فيهاش خروجات وكده. ممكن بقى الصيادين بتوع السمك، الناس بتوع تصطاد سمك هنا عند كوبري الساحل كده. كنت عايز برضو ايه اقول لكم ان في هنا مطعم ممكن برضو نروح نصور فيه، نخرج خروجه، نروح نتغدى فيه مرة. مش لازم نفطر يعني عشان بيبقى زحمة في رمضان. شايفين الكوبري ده اسمه كوبري الساحل، دي النزلة بتاعته، في طلعة وفي مش عارف. يمين كده من تحت الكوبري اللي عايز يروح عند صبحي كابر، طبعا عارفين ده مطعم صبحي كابر، هو على ايدي اليمين دلوقتي كده. طبعا والله ده اعلان برضه لله، عشان الراجل ده راجل محترم، وانا اكلت في المطعم بتاعه كذا مرة والناس كتير بتشكر فيه واسعاره كويسة. الشارع ده كده تخش كده اول يمين مطعم صبحي كابر. يلا يا عم صبحي عد الجمايل، يا رب بس تعزمنا عندك. شايفين المنطقة دي كلها محلات وحاجات كده ايه جميلة. كحك العيد بقى، فرشين لي كحك العيد. طبعا احنا هنا خلاص عند كوبري الساحل، كوبري تحيا مصر خلاص داخلين عليه يا جماعة. كوبري تحيا مصر دولة بصراحة يعني عجباني أنا شخصيا، أنا نفسي استمتعت. يعني أنا صاحب قناة خروجة وكل يوم في الشارع بخرج هنا وبخرج هنا، أنا ذات نفسي استمتعت. هلبس مطبة بس الحمد لله ما لبستوش، أحسن نفسي ماشي. يا بوي كده يا جماعة، أنا هنام منكم والحمد لله. ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال. وما تنسوش بقى يا جماعة زي ما قلت لكم، اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. ان شاء الله الجولات اللي جاية هتعجبكم اكتر واكتر واكتر من الجولة دي، ان شاء الله اللي جاية احلى. والسلام عليكم ورحمة الله.